محمد الولد لا تبدع من الشيشه ما تبدع يا من ايش تتبدع اشفال؟ حاجه كبيره يعني ما تدفع لي الا عندك. اشفل يا الله حلو. الله ومحرج. مش انت ذي تحرج يا حبيبي؟ مش كبار ابو البنيه. هو عم قال لك ابنه مسكوه هو واحده. طبيعي اي شباب يفعلوا هكذا، اي اثنين يعني يغلطوا. ما حج محمد الله يرضى عليك. افهم خبر. بس الشيشه تبدع عرض الناس يا اخي عاد اتبهدل. يا اخي الولد يحمل عيبه. انا ما جيت لعندك لو تجي توصل لي محلها باسلوب ما حد يعرف. بس مالك هكذا ما في بالإمام له ما يدري ما تفهمت ولا يهمك. نريح الان نخرجه من له في الجن بغير تبدع انت بالملهو من غير تبدع. لو ممكن انا ماشي اجي ولا انا يا من يا من اعرف من اين من عندنا خازي مش حد يعرف الرموز عندنا خازي والله يا رجالها من هذا بتضحك بكل بساطة بهيبتك بشيبتك. جيت لهنا تتوسط هنداري على ايش بتوسط وما هي القضية. انا فاهم بس انا متاكد اني البنيه ذي لعبت على عقله مش انه زعم. وبعدها عادي كان بتحدث هذا عند الناس كلهم. الناس كلهم بتحدث عندهم هذا الحاجات. ها يعني اعراض الناس عندكم ما لهاش اي قيمه. من قال الا لها قيمه ونص. حل نفسك بس الزلط. انا ما قصديش انه انا قصدي نراضي اهل البنت نفسها وكم ما يشتوا احنا مستعدين. عموما احنا بالنسبه لنا ملف القضيه مكتمل واحنا عم نحلها النيابه. ولا نيابه ولا شيء يا فندم. اسمعني يا شيخ وانتم اسمعوني كلكم. انا مستفعد قبالكم كلكم ان ابني ما يخرج من القسم هذا الا وهو متزوج بالبنت هذه. هذا في المحكمه عند القاضي ما مش عندنا هنا. يا عسكري اصبر يا فندم. من يزوج ماذا يزوج؟ انا قصدي بنقول لك ما بش والله ما تزوج. والله ما يزوج. ها اسمع اليوم وهي مرته وغضوه في عنده واحد ثاني. مشكلة يا عدلت يا خرجنا بعدك معدل. عموما يا فندم ادوا لنا ابو البنت هذا على اساس نتفاهم احنا وياها. ايوه بس ابوها مش موجود. امها انا قصدي ما يعني ما بحد ابوها يعني من الشارع. شي معاه ولي امر معاه اخوه. خلاص انت اخوان نتفاهم احنا وياه. يا عسكري دق دخل اخو البنت. هذا نبيل مدك صاحبك هذا ابني نبيل. هذا اخو البنت اللي جيت تراجع من عند قضيتها. صاحبتك هو صاحبتك بيجي توصل لها ويجي على اساس انه يختار. من صاحبتك؟ حكم هذا اختي. هذا اختي. اختك من؟ اختي هي الاختار ولا البنات؟ البنات انا فايش القضيه قال لك اختي. ولو على باب
شرب العناب ما ينفعه ماله ولا أولاده عفوا أصحابه ولا أصحابه لو كان وزير أو شيخ أو بالنواب عندك إذا بطل تهور وجه الركن المفرغة ولا تصدق إن طباع العشاق أعراض خلق الله ما هش غابة أرجوك تفهم يا ذكي يا ذواق دكوا بابول ولو عرضة الناس صانوا أرضه ومناطق هاي تقوله أرضه ها